هانتوما من بعد ما دخلتها الفران كتشوفوا لاباط لتحت راها طيبه ومقرمله. كتجيب الفينو رائع، ماشي غير بالفرص بوحدها. من بعد ما طابت انا غادي نقطعها ونشاركها معكم. كيجي العجين هشيش ورائع جدا، رائع رائع رائع. نتمنى تجربوها وتقولوا لي لي كومونتير الراي ديالكم فيها، لحقاش كتستحق تجربه. بيتزا هائله، حماقوا عليها الدراري الصغار، اي حد يحماق عليها حيتاش زوينه، وباش ما تكلتو هي سخونه كتجي في قمه اللذه. هذه هي حلاوه البيتزا. المهم شاركت معكم الفكره ديال اليوم ديال هاد جوج بيتزات اللي سهله بمقادير عاديين متوفرين في جميع البيوت. ما كيبانش لكم مزيان كما كتشوفوا لاباط لتحت راها مقرمشه زوينه طيبه مزيان. المكونات اللي فيها رائعين جدا، العجين هشيش ورائع رائع رائع. وندوزو لطريقه الاستعمال ان شاء الله. نتمنى تعجبكم. واحد السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي طبخ كوميديا مع ريم. كما كتشوفوا اليوم نحضر معكم بيتزا منزليه رائعه جدا. بالنسبه للمكونات عندي زلافه ديال دقيق ديال الفرص، او نص زلافه ديال الفينو، او شويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، وعندي معلقه ونص ديال السنيده، والزعتر على حسب الذوق. والخميره ديال العجين غادي ندير معلقه مع مرش، وغنخوي عليها الماء باش تسخن، باش تذوب عفوا. وعندي نصف كاس ديال زيت الزيتون، وجوج معالق ديال النيدو. هادو هما المكونات اللي كندير فيها. هاد الخميره نخلاتها ترتاح وغنخويها في العجين باش نجمع العجين ديالي. من بعد ما ارتاحت وتفاعلت الخميره غادي نخلط هاد المكونات بيدي. غادي ندير نص كاس ديال العنبه ديال الماء، غنخلط العجين بالاطراف الاصابع ديالي مزيان حتى تجمع. عاد غادي ندلكها. بالنسبه بالنسبه للنوعيه ديال الدقيق ديال الفرص درت ديال الحلويات. هذاك هو اللي كنستعملو صراحه في جميع الوصفات ديالي اللي كندير فيهم الدقيق. غادي نخلي هذاك العجين منين تعجن مزيان غنخليه يختمر جيدا. غادي نصايب معكم لاصوص طوماط على طريقتي اللي كتعجبني، كتجي زوينه. كنديرها في لي بات، في البيتزا، في خبيزات، في مسمن، اي حاجه بغيت ندير بها كندير هذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا خديت نص ديال البصله خضاريه. غادي ندير واحد الربعه ديال واحد 3 ديال الحبات ديال المطيشه، وعندي واحد الحبه ديال خيزو. غادي نكررها وغادي نضيفها للمكونات. وعاد غادي نزيد لهم الثوم على حسب المذاق، ولا على حسب الكونتيتي ديال لاصوص طوماط اللي بغيتو ديروا. انا غادي نضيف واحد 4 ديال قطع ديال الثوم. وانتم لكم الاختيار، ممكن تلحوها بقشورها، ممكن تحيدوا لها قشور، مهم كيبقى لكم اختيار. حيت فاش كطحنوا راه كيطحن كلشي فاش كيطيب مزيان. غادي ندير لها الملح والابزار والزيت، وغادي نخليها تشحر فوق البوطه مزيان. عاد غادي نضيف لها نصف كاس ديال الماء فاش غادي نقدر نطحن هذيك لاصوص، وزدت لها واحد شويه ديال الزيت العود. غادي نديرها طيب، وغادي ندوزو المكونات اللي غادي ندير. الا كيبان لكم عندي مكونات اللي هما بساط: فلفل احمر وخضراء وصفراء، وبصله خضاريه، والزيتون كحل، وصدر ديال الدجاج مطحون، وعندي داند فيمي، و فرماج موتزاريلا. غادي نشوفوا العجين ديالنا من بعد ما اختمر. انا ديجا راني درت لي هذه العمليه هذه هبطت بيديا، ونسيت خاصني نفيلمي. فوق سطح العمل راه ديجا نقي. غادي نجيب دقيق الفينو غادي نرشوه بحال هكذا. باش ما درتو بدقيق الفينو كيجي رائع جدا، حسن من دقيق الفرص، كيعطي واحد القرمشه، واحد النظريه البيتزا. غادي نقطعها 3 على 3 ديال الاطراف. غادي ندير بيتزا يكونوا مميان ما بيهمش. غادي نطاليها مزيان، غنبيكي بحال هكا كما كتشوفوا باش العجين يتهوى. وعلى الجوانب درت لاصوص طوماط كما كتشوفوا. غادي ندير عليها فرماج موتزاريلا بهذا الشكل هذا. من بعد كنطوي العجين وكنجمع.
كتبقى غادي كفكره. من بعد ما جمعتها غادي نجمعها فوق بابي كويسون، حيتاش نسيت ما درتش العجين فوق لا بابي كويسون. الا تحطوا في هذا الموقف ديروا البابي بحال هذه الطريقه وتبداو تجروا هكا، وان شاء الله غادي تهز لكم العجين. اي فوالا، ولكن معليش غادي تقاد بحال هكذا. عاد غادي تهزوها وديروها في الطاوه وتعاودوا تقادوها وتعاودوا تبيكيوها بالفرشيط باش ما تنفخش لكم العجين، وتكملوا الطريقه ديالكم اللي هي سهله وبسيطه. ضروري تبيكو حتى الجناب باش ما تنفخش بزاف البيتزا. غادي نجيب لاصوص طوماط. الا كتشوفوا لاصوص طوماط عندي انا في الليموني ماشي حمراء. من بعد ما درت لاصوص طوماط والبصله وفرماج وصدر ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج راهم مطحون، كندير كلشي دفعه واحده. وكتزيني البيتزا ديالك بالفلافل والزيتون وزعتره وكتدخليها كطيب. وندوزو للطريقه الثانيه ديال البيتزا الاخرى. غندخلها الفران وندير بيتزا اخرى. بالنسبه للفرماج انا دايره غير موتزاريلا، ممكن تستعنوا باي فرماج عندكم. بالمازون حتى هو كيجي رائع. الصراحه عندي غير نسيت ما درتوش، معليش. ها هي الطريقه الثانيه ديالي، هي نفس الطريقه غير المكونات اللي مختلفين. كتبقى اختياري، ممكن ديروا اي حاجه عندكم في الدار. انا البنات كنديرها بالانشوبه كتجي رائعه جدا. ما عنديش دابا من شي خطره نشاركها معكم بالانشوبه، كتجي في قمه اللذه بهذا الشكل. ندير لاصوص طوماط، المهم غادي ندير لاصوص طوماط على لاباط كامله. غادي ناخذ الفلافل وغادي نديرهم في الجوانب وغادي نسد عليهم ونقفل عليهم بحال الاولانيه. هكا كيعطي البيتزا واحد الديكور اللي هو زوين بزاف بحال هكا. مشيت نطلع على البيتزا الاخرى وخليت هذه مسكينه تتسنى، معليش. غير هو ما ديروش نفس الغلط اللي درت. ديروا بابي كويسون، عاد عمروا البيتزا ديالكم، حيتاش تقدر تفزق لكم لاباط وتلصق لكم فوق سطح العمل. اسمحوا لي على هاد الروينه، كنشارك معكم الامور ديالي عاديه في البيت ديالي. مهم انا غادي نزوقها بهذا اللانشون، غادي نلويه ونقسمو ماشي لانشون عفوا، تنسات عليا سميتو، كتنسى عليا. مهم داند بلا بزار فيمي شي حاجه بحال هكا كتنسى عليا. مهم معليناش، ممكن ديروا اي حاجه، كفته، كروفيت، اللي حبيتو. المهم انا كنشارك معكم الفكره ديالي وانتم لكم الاختيار. بالنسبه لهاد الجوانب علاش كنعمرهم انا، حيتاش نورمالمون فاش كنخرجوا ناكلو بيتزا في الزنقه كنرد البال لوليداتي كيلوحوا هذاك القند ديال البيتزا هادي، ما لاحوهاش كلاوها كامله، ما خلاو فيها حتى شي حاجه. جات رائعه جدا. داكشي شاركته معكم اللي هي سهله. غادي ندير شويه د الفرماج من بعد ما درت لاصوص طوماط، وغادي ناخذ هاد لانشون ولا ما عرفتش ديك السميت نسات عليا الصراحه. غادي نقطعو وغادي نديرو في عشوائي غادي نديرو عشوائي في البيتزا كما كتشوفوا. نقلحو غير عشوائي، دقت منه وحده حيتاش كيعجبني. وغادي نخوي عليه هذيك المكونات اللي بقاو ليا باش ما تضيع حتى حاجه. صراحه تعدينا على الطاليانيين اللي كيصايبوا هاد البيتزا، حنا كنديرو اللي حبينا المهم كفكره وصافي وتوصل وصافي. داكشي اللي بقى عندي في الفلافل وفي الزيتون ولا شنو بقى عندي كلشي داكشي غادي نديرو في هذه مخلطه ميكس. غادي نديرها وندخلها طيب حتى هي، وان شاء الله برحمه الله تجربوها وغادي تردوا عليها، غادي تعجبكم بزاف حيتاش ساهله مكونات زوينه. وبالنسبه للبنات ديما العجين الا بغيتو يخرج لكم هشيش ورطب ديروا فيها الحليب، يا كاس ديال الحليب يا نيدو، المهم شي حاجه حليب واصفر بيضه. انا صراحه ملفه كندير فيها بيضه كامله، نسيتها الصراحه، ولكن معليش نوبه اخرى ان شاء الله ديروها. ولا هاد الوصفه زيدوا عليها بيضه كامله
كاس ديال الحليب. انا درت معكم 2 معالق ديال النيدو. المهم الحليب حتى هو كيعطيها واحد الرطوبيه للعجين، كيجي العجين رائع. وهذاك دقيق الفينو كيعطيها واحد القرمشه رائعه جدا. هذا هو البنات، شاركت معكم هاد 2 فكرات اللي هما بساط، تقدروا ديروهم في مائده الافطار ديال رمضان او ديروهم في وجبه عشاء خفيفه لوليداتكم. المهم كيبقى لكم الاختيار. انا ضفت واحد شويه ديال الزعتره، وغادي نجيب البابي كويسون وغادي نحاول نهزها ونديرها في الطاوه ديال الفران ويطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالها. فوالا البنات، من بعد ما طابت البيتزا وكيشوفوا البنات كيجي اللون ديالها واللوينات، وكتجي محمره غزاله لذيذه بنينه، كتجي في قمه اللذه صراحه. كلاوها ما خلاو فيها حتى شي حاجه، حيت كتبان لا في الصوره ولا في المذاق، كتبان رائعه جدا وبنينه. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. الا وصلتي اختي حتى هنا ما تنسايش ديري واحد اللايك وواحد كومونتير. وشكرا لكم بزاف، حتى شي وصفه اخرى ان شاء الله. بالسلامه عليكم.